في كأس العالم 2022 في قطر، أدهش المنتخب المغربي العالم بفوزه على منتخب إسبانيا في دور ال16. هذا الانتصار التاريخي كان نتيجة لأداء قوي ومذهل من المنتخب المغربي، حيث لعب الفريق بروح قتالية وتنظيم دفاعي ممتاز. منذ ذلك الحين شهد كل الفريقين تطورات ملحوظة في مستواهما. تحسن مستوى إسبانيا. منتخب إسبانيا الذي يعتبر واحداً من أقوى الفرق في العالم أظهر تحسناً كبيراً في مستواه منذ بطولة كأس العالم. تحت قيادة مدربه الجديد استطاع المنتخب الإسباني الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا يورو. هذا التحسن جاء بفضل الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين أظهروا انسجاماً وتجانساً كبيرين على أرض الملعب، بالإضافة إلى أسلوب اللعب القائم على التمريرات القصيرة والسيطرة على وسط الملعب. التحديات التي تواجه المغرب المنتخب المغربي من جانبه يجب أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسبانيا مرة أخرى. برغم فوزه السابق، فإن التحدي سيكون أكبر نظراً لتحسن مستوى الفريق الإسباني. المغرب بحاجة إلى التركيز على عدة نقاط أساسية. التنظيم الدفاعي. كان التنظيم الدفاعي هو المفتاح لفوز المغرب على إسبانيا في كأس العالم 2022. يجب على المغرب الحفاظ على هذا المستوى العالي من التنظيم والقدرة على الضغط على حامل الكرة. الاستفادة من الهجمات المرتدة. يمكن للمغرب استغلال سرعة ومهارة لاعبيه في الهجمات المرتدة، وهو ما شكل تهديداً كبيراً لإسبانيا في المباراة السابقة. التطوير التكتيكي. يجب على المغرب تطوير خططه التكتيكية والاستعداد جيداً للمفاجآت التكتيكية التي قد يعدها المنتخب الإسباني. هل يستطيع المغرب الفوز مرة أخرى؟ السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يستطيع المغرب الفوز على إسبانيا مرة أخرى؟ الإجابة ليست بسيطة. التحسن الملحوظ في مستوى إسبانيا يجعل المهمة أصعب، ولكن المنتخب المغربي أثبت في الماضي أنه قادر على تحقيق المفاجآت. العوامل التي قد تساعد المغرب على الفوز تشمل الثقة التي اكتسبها من الفوز السابق، والانسجام بين اللاعبين، وقدرة المدرب على وضع خطة لعب محكمة. بالمقابل، يجب على المنتخب المغربي أن يكون مستعداً لمواجهة فريق إسباني متحفز يسعى للثأر وتحقيق الفوز. في النهاية، يبقى كل شيء ممكناً في كرة القدم، والمباراة ستكون بالتأكيد مثيرة للاهتمام. الجماهير المغربية تأمل في أن يتمكن منتخبها من تحقيق الفوز مرة أخرى، مما سيعزز مكانته كواحد من أقوى الفرق في إفريقيا والعالم.